السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسام حسن أعلن قائمة اللاعبين امبارح اللي رايحة معاه، القائمة الأولى يعني اللي رايحة معاه الدورة الدولية الودية اللي هيلعب فيها نيوزيلندا وتونس وأوكرانيا ومش عارف إيه، اللي هي في 22 مارس دي. طبعا القائمة كلها مفاجآت، واخد 10 من الأهلي، واحد من الزمالك، واخد عواد. أنا في وجهة نظري عواد ده ما يستحقش يروح أصلا. انا ليا كلمتين لحسام حسن. انت دلوقتي واخد 10 من الاهلي وستة او 7 محترفين، واخد بقية القايمة 7 او 8 لعيبة من بقية الدوري المصري. ايه يا حسام؟ انت ابتديت كده من اولها. هو احمد فتوح ما يستاهلش يروح؟ زيزو مصاب ماشي، شفتش اي حد تاني في الزمالك يستاهل يروح خالص؟ 10 من الاهلي؟ طب ما تاخد الفريق كله، فاضل واحد ويبقى 11. انا احييك يا حسام انك خدت مصطفى شوبير بصراحة، وحسين الشحات كان مظلوم، وقفشه تاني، ومحمد شريف. بس خلي بالك، ما تفتكرش ان موضوع حسن شحاتة زمان وبطولات 2006 و8 و10 ان هي كان بينقي اكتر لعيبة الاهلي عشان هوزيه كان مظبطهم وكده ممكن تمشي معاك. احنا عايزينك تنقي من غير لعيبة، تنقي لعيبة من غير ما تفكر في تيشيرتاتهم وانتماءاتهم اهلي او زمالك. الزمالك بصراحة ما فيهوش حد يستاهل الا احمد فتوح يعني. انما الاهلي ما تفتكرش يا حسام نفس التجربة ممكن تمشي معاه. على العموم دي دورة ودية وربنا يوفقك، واحنا بنساندك واحنا بنحبك. انا بيرسونالي شخصيا بحبك، وان شاء الله ربنا يوفقك. واديك هتقعد تغربل في اللعيبة، وعندك ازمة محمد صلاح وقلت هنعفيه ولا ليفربول خده او مش عايزه يجي عشان الاصابه وكده، وربنا ايه يفك المشاكل دي ويحل المشاكل، وهنشوف هتعمل ايه مع اللعيبه اللي اخترتها. إيه كويس انك كمان خدت احمد عاطف بتاع فيوتشر، لعيب مجتهد وبيجيب اجوان وشاطر. وانا مبسوط من اختيارك لقفشه انه رجع تاني. لا قفشه بيعمل فرق، بس انا عايزك بقى تخليه لاعب دولي اكتر يعني. وطبعا امام عاشور لا غبار عليه، متألق الايام دي. ومصطفى شوبير، غير بقى حسين الشحات وبقية لعيبة النادي الأهلي واللعيبة التانية. بس كان في نظرة لأحمد فتوح، ونظرة لعمر جابر برضو ماشي كويس الأيام دي. anyway، ربنا يوفقك ونشوفك في الماتشات بتأدي كويس، وكل الدعم لمنتخب مصر. أعزائي المشاهدين، ده كان فيديو قصير عن اختيارات حسام حسن. ربنا يوفقه، والقادم أحسن للكرة المصرية إن شاء الله. شكرا لحسن المتابعة، وكل سنة وانتم طيبين. ميرسي.